الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المؤمنون، ما أكثر من يشكو من الهموم والغموم ومن المصائب والأحزان ومن المشاكل والفقر، ومن الديون وغير ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو في معاناة، والمؤمن إنما هو مسجون في هذه الحياة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن. فلا شك أنه يصيبه في هذه الدنيا ما يصيبه من الأمور التي لا يحبها، والتي لا يحب أن يسمع بها ولا يراها. فهذا المؤمن في هذه الحياة الدنيا مبتلى بحياته. فما هو السبيل إلى أن يجد الإنسان في هذه الحياة مطلوبا، وإلى أن يعيش حياة سعيدة وحياة طيبة بعيدة عن كثير من الهموم والغموم وكثير من المصائب والأحزان والآلام؟ ما هو السبيل إلى ذلك؟ أيها المؤمنون، لقد غفلنا جميعا أو أكثرنا عن سبب من أعظم الأسباب للخروج من هذه المصائب والأحزان والنكبات ومن الهموم
الذي هو سبب لبعدهم جميعا بإذن الله جل وعلا عن هذه المصائب. هذا الأمر هو اللجوء إلى الله ودعاء الله جل وعلا والإقبال على الله رب العالمين سبحانه. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله يدعونا أن نطلب الحوائج منه وأن نقبل عليه جل وعلا، وأنه مستجيب الدعوات، وأنه قاضي الحاجات، وأنه هو مفرج الكربات سبحانه وتعالى. الدعاء من أعظم العبادات، من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء منزلته رفيعة، منزلته عالية عند الله رب العالمين سبحانه، عالية جدا. ولهذا روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء هذه الأرض معاصي وآثام وذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الدعاء عبادة جليلة، عبادة عظيمة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
فاستكسوني أهلكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الطعام من الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. انظر إلى المخيط، اغمسه بالبحر وانظر إلى شواطئ البحر لتنظر كم ينقص ذلك المخيط من ذلك البحر. انظر ما أعظم فضل الله. الله يقول استهدوني أهدكم. اسألوني الهداية واسألوني الطعام واسألوني اللباس واسألوني المغفرة فإني كريم عظيم جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حلي كريم. إن الله حلي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يدعوه ويسأله أن يرد يديه صفرا أي من غير إجابة. الله يستحي منك أن لا يجيب دعوتك إذا لجأت إلى الله وإذا تضرعت بين يديه سبحانه وتعالى وطلبت الحوائج منه جل وعلا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول جل وعلا هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاله. الكريم العظيم سبحانه وتعالى يدعوك يا عبد الله. عندك فقر، عندك مرض، عندك هموم، عندك غموم، عندك آلام، عندك مصائب، عليك ديون، تريد الصحة والعافية، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وارفع يديك إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى يقضي حوائجك كلها. أيها المؤمنون، ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم قصص أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، وقص علينا في أكثر من قصة ما حصل للأنبياء من الابتلاء وما حصل لهم من التمحيص ومن المصائب في هذه الحياة الدنيا. وبين ربنا جل وعلا عظيم لجوئهم وافتقارهم إلى الله رب العالمين سبحانه، وبين جل وعلا ماذا كان الجواب منه وماذا كان الرد منه على من دعاه تبارك وتعالى وعلى من ضرع إليه. خرج نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بامرأته سارة كما في صحيح الإمام البخاري
تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج إبراهيم بامرأته سارة فأتى مكانا من الأمكنة وقرية من القرى، أي مدينة من المدن، فوجد فيها ملكا من الملوك وجبارا من الجبابرة، فقيل له: يا أيها الملك، لقد دخل رجل أي إبراهيم بامرأة من أحسن النساء أو من أجمل النساء، فأرسل إليه، وكان جبارا لا يعرف دينا، أرسل إلى إبراهيم يطلب منه تلك المرأة ويقول له: من هذه المرأة؟ فقال: إنها أختي. ثم رجع إليها وهي زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال: إنهم سألوني عنك، فقلت: إنك أختي وإني فلا تكذبي حديثي، فإنه ليس على الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، أي أنا وأنت إخوة، لكن إخوة في الإسلام، إخوة في الإسلام وفي الدين. قالت: وطلبها ذلك الملك غصبا وقهرا، فأدخلت عليه تلك المرأة الصالحة، امرأة خليل الله إبراهيم عليه السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما أدخلت عليه جعلت تتوضأ وتصلي، ثم تتوجه إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وخرج إبراهيم فذهب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام فتوضأ وقام يسأل الله ويصلي ويدعو الله ويفرح إليه. قال: فقامت تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسوله وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال: فلما قرب منها أخذ فغطى حتى كاد الملك أن يموت. فقالت: اللهم إن يموت يقال قتلته، فسري عنه. ثم عاد إليها فسألت الله وقالت بنفس الدعوة: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغض حتى كاد أن يموت. ثم قالت: اللهم إن يمت يقال قتلته. وفي المرة الثالثة كذلك. ثم قال لهم: أخرجوا هذه المرأة من عندي، ما أدخلتم علي إنسانا إنما أدخلتم علي شيطانا، وأخدموها هذا. وأعطاها خادمة. انظر يا عبد الله في هذا الموقف الحرج، هذه المرأة تتوضأ وتصلي وتدعو الله، ونبيها في الخارج يدعو الله. فخرجت إليه تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بإبراهيم قائم يصلي، فأشار بيده نهيا: أي ماذا صنعت؟ فقالت: ألم تشعر أن الله كبت عنا الكافر أو الفاجر وأخدمنا وليدا. هكذا لجوء إلى الله رب العالمين سبحانه. وقال ربنا خاصا عن نبي من أنبيائه وولي من أوليائه وصفي من أصفيائه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي يونس عليه السلام خرج من قومه مغاضبا لهم غضب عليهم أنهم استجابوا دعوته ولا آمنوا بالله ولا صدقوا رسوله، فخرج مغاضبا فركب سفينة فجاءت الأمواج وكانت أن تغرق تلك السفينة، فقالوا: إنه لا يمكننا إلا أن نرمي ببعضنا من أجل أن
سفينة ولا تغرق. قال فأقرعوا أي فعلوا قرعة، فأتت القرعة على نبي الله يونس، ثم أعادوها فأتت على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فرموه بالبحر، رموه بالبحر عليه الصلاة والسلام، فالتقمه الحوت وأكله إلى بطنه، ابتلعه إلى بطنه، وهو في بطن ذلك الحوت وفي تلك الأمواج يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله وبيده الشأن كله سبحانه جل في علاه. قال الله في كتابه الكريم عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام كان رجلا من الأصفياء الأتقياء، بل من رسل الله وأنبياء الله المصطفين، فابتلاه الله بمرض وداء في بدنه، فمكث السنين الطوال وهو طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك من أجل ذلك المرض، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله الذي يجيب الدعوات والذي يفرج الكربات. قال الله في كتابه الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا كم من أنبياء الله من قص الله جل وعلا علينا قصتهم في كتابه الكريم. قال الله عن وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا ما كان له ولد ويريد أن يرثه النبوة ولد من أبنائه، فقال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا يقص الله عن أنبيائه في كتابه الكريم، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لأنبيائه من الابتلاء واستجابة الله لهم دعاءهم يوم أن يضربوا إلى الله جل وعلا. قلت ما سمعتم وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المؤمنون، ألا وإن أعظم الناس ضراعة وإقبالا على الله هو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يقبل على ربه أيما إقبال، وكان ينيب إلى الله ويدعوه في السراء والضراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة إذ جاء نفر من المشركين فنظروا إلى رسول الله، فقال أبو جهل: من يذهب إلى سلا بني فلان، إلى سلا جزور بني فلان، فيأتي بها ليضعها على رقبة محمد إذا هو سجد. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فذهب إليها فأتى بذلك السلا وما يخرج من الدابة بعد أن تضع ولدها من تلك الأوساط، فانتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على رقبة رسول الله وعلى رأسه وظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، ثم توجه إلى بيت الله العتيق، توجه إلى الكعبة
وسلم، ثم خص فقال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعد 7 من المشركين صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعوة نبيه، والله مستجيب للدعوات ولدعوة المظلوم، ولا سيما وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لقد رأيتهم أي 7 جميعا صرعى يوم بدر، أي مقتولين يوم بدر لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة بدر، أي ليلة غزوة بدر الكبرى، قام النبي عليه الصلاة والسلام فبني له عيش، فجلس في ذلك العيش وأبو بكر على الباب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وسعد بن عبادة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو ربه حتى برق الفجر، يدعو ربه ويطلع إلى الله ويرفع يديه ويقول: اللهم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنشدك عهدك ووعدك الذي وعدتني. الصحابة إنما هم 310 والمشركون 1000 مقاتل بخيرهم وخيلائهم، فنصر الله أهل الإسلام وأذل أهل الشرك. ومن أعظم أسباب ذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعو ربه حتى ألقي من على ظهره ذلك الرداء فرفعه أبو بكر وهو يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، أي إنه سينفذ لك ما وعدك يا رسول الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويطرح إلى الله رب العالمين. فيا عباد الله، هل نحن في غنى عن الله؟ هل نحن في غنى عن فضله؟ هل نحن في غنى عن أن ينزل علينا الخيرات وعن أن يعمنا بالبركات؟ الجواب لا. إذا لماذا نتكبر؟ لماذا نتكبر؟ لماذا يا عبد الله لا ترفع يديك إلى ربك سبحانه ليستجيب دعوتك، ليقضي دينك، ليشفي مريضك، ليكف عنك المصائب ويبعد عنك الأحزان؟ لماذا نحمد الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير؟ إذن يا عباد الله، لنقبل على الله ولندعو الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أسباب الاستجابة أن تحل مطعمك، أي أن لا تأكل إلا حلالا ولا تشرب إلا حلالا ولا تلبس إلا حلالا إذا أردت أن يستجيب الله لك سبحانه وتعالى. ألا وإن من أوقات الاستجابة التي حري أن يستجيب الله فيها وظن أن يستجيب فيها سبحانه وتعالى هو موضع السجود لله، أي في وقت الصلاة. فإذا سجدت لله فاجتهد في الدعاء، اجتهد في دعاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه أو اجتهدوا فيه من الدعاء فضمن يعني قريب أن يستجاب لكم. ومن أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة، ومن أوقات الاستجابة القيام من الليل. إذا قام الإنسان وتعاظم من الليل في الثلث الآخر أو قريبا من ذلك فليدعو الله رب العالمين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من تعاظم من الليل أي استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله، اسمع هذا واحفظه، اسمع هذا واحفظه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا استجيب له، ثم دعا استجيب له، أي إذا قلت هذا الدعاء ثم دعوت الله سبحانه يستجيب الله دعوتك بإذن الله جل وعلا. قال أو صلى قبلت صلاته، أي وإن توضأ وصلى قبل الله جل وعلا صلاته. فلنحرص جميعا على أوقات الاستجابة وندعو الله أيضا. وهكذا من أوقات الاستجابة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، أي قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. وهذه الساعة هي بعد صلاة العصر، أي قبل غروب الشمس بيسير من يوم كل جمعة. فيا عبد الله لا تضيع هذه الساعة في القات، لا تضيع هذه الساعة في اللعب، لا تضيع هذه الساعة التي يستجيب الله فيها الدعوات. عليك هموم وعليك غموم وعندك آلام وعندك مصائب، توجه إلى الله وادعو الله في آخر ساعة من يوم الجمعة وتحروا أوقات الإجابة. يا عباد الله ينبغي لنا أن نقبل على الله وأن تعظم ثقتنا بالله وتوكلنا عليه، فإن العبد قد لا يجاب الدعوة بسبب ما في قلبه من عدم التوكل وقلة الثقة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. أي ما ظننت أن الله سيعطيك سبحانه. فإذا عظمت ثقتك بالله وتوكلك على الله وأن الله سيستجيب لك ودعوته بإخلاص ولا يستجيب الله بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ولا يتوفانا إلا وهو راض عنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم اغفر ذنوبنا دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم من لنا سواك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا الغيث بدرارا يا رب العالمين. اللهم انزل علينا المطر يا رب العالمين واجعله غيثا نافعا صيبا نافعا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.